الفترة اللي فاتت مستغرب عدت ازاي. طبعا كل ده ربنا ربنا وحده قادر بدعوات كل الناس اللي بتحبني تعديني، مع ان الدكاترة اكتر اكتر من 7 ولا 9 دكاترة قالوا ابراهيم انتهى. انت متخيل؟ ابراهيم انتهى. متخيل ان انا اقعد 15 يوم من غير اكل، يا دوبك احط يا دوبك لقمه في بقي، احط اللقمه في بقي ما كملش دقيقه وارجعها، لحد كان في انسداد جزئي في الامعاء، لحد ما وصلت انسداد كلي. بقيت لا مؤاخذه البراز بقيت استفرغه من بقي. ده اللي انا عديته، اللي ابراهيم شيك عداه. دي مرحله عشان تعرف انا حاربت قد ايه. شهر لو بني ادم ما عندوش صبر وقوة كان زمانه انتقل لرحمة الله. إيه... اللهم صل على النبي. قعدت 15 يوم من غير اكل، جسمي من 82 كيلو ل50 كيلو. 50 كيلو. لما اوصل الاصوات دي من الكولوستومي، عشان طبعا عندي انتفاخ ومن مطرح العملية. وخلاص عملت الدكتور طلب مني ان انا اعمل اشعة رنين على الامعاء، عملتها طلع في انسداد كلي. قال لي دلوقتي هتدخل عملية، تعالى على المستشفى. حاضر. رحت على المستشفى، حضروا لي العملية، لقوا المناعة 0، علقوا لي كيسين دم. علقت كيسين دم، دخلت الرعاية، قعدت يوم اجهز عشان العملية تاني يوم الصبح الساعة 7. جهزت، دخلت العملية وانا نايم قبل ما يدوني البنج. الدكتور قال لي ابراهيم انت مؤمن بالله، انت ممكن ما تطلعش من العملية. قلت له دكتور توكل على الله. مضاني اقرار، خلى مراتي تمضي على الاقرار. قال لها خرج لها بره، قال لها ابراهيم بين ايد ربنا، يا يخرج من العملية يا ما يخرجش. امضي على الاقرار ده. مضت على الاقرار وقال لي هنعمل فتحة، هنفتح بطنك ونعمل استكشاف، نفع نعمل العملية، نعملك تحويل مسار عشان الانتفاخ والانسداد، نفع ما نفعش هنقفل تاني ونرجع تاني وتعيش زي ما انت كده وانت وحظك بقى وتحدى الدنيا وربنا معاك. قلت له دكتور اتوكل على الله، وان شاء الله ربنا مش هيخيب ظني، وهنلاقي الدنيا ماشية زي ما احنا عايزين. والبنج بيتعمل، فضلت اقول يا رب يا رب سهلها، يا رب ان شاء الله الامور تبقى سهلة، سهلها من عندك يا رب. ثم دعوات كل الناس اللي بتحبني. الامور مشيت تمام. وسبحان الله سبحان الله الدكتور قال لي انت اول حالة عملية تحويل مسار، تعمل حمام، الدنيا تشتغل بعد ما يخرج من العملية مباشرة. انتوا متخيلين؟ قال لي بتقعد اكتر من 3 ايام لحد ما الدنيا دي تشتغل. قال لي انت يا ابني في حاجه بينك وبين ربنا. الدكتور قال لي يعني انت انا كنت بقول انت هعتبر في العمليه انت كده هتروح خلاص، انت شبه ميت. سبحان الله ربنا يسهل لهم الدنيا والعمليه تنجح والبتاع الدنيا تشتغل في ظرف كام ساعه. لا انت في بينك وبين ربنا عمار. الحمد لله والشكر لله. وخرجت من العملية، دخلت الرعاية خارج كل خراطيم، عشان طبعا برضو ممنوع من الأكل. مركب قسطرات في كل حتة، ومركب مركب بتاع جهاز هنا عشان ما بقاش فيه أوردة أركب فيها بتاع كالونات. خلاص الأوردة باظت. حاربت. انت عارف يعني ايه بني ادم بتحارب؟ انا حاربت
وبقول الحمد لله ان الواحد من المحاربين دي. وده عند ربنا كبير جدا جدا جدا، ان الواحد الحمد لله اتحدى الفترة اللي فاتت. التعب والفترة دي عند ربنا مش قليل، الحمد لله والشكر لله. عشان تعرفوا قد ايه عديت شهر. وكمان خد كمان ان الجراحة بعد ما فك الخياطة كان سايب فتحة تطلع منها الصديد، اتفتح 4 غرز بعد ما فك بقية الغرز. من كتر ما الكيماوي طبعا بيضعف الجرح، فتحت 4 غرز من غرزة، اتفتحت بقى 4 غرز. وبعالج فيهم برضه وما بنامش من الوجع. عشان تعرفوا ان الواحد بيحارب والحمد لله مكمل لحد ما بأمرك يا رب انتصر على المرض اللعين. عايز كل شخص لا قدر الله اتصاب، خليك مؤمن بربنا بس، ان زي ما ابتلاك إن كانت حاجة بسيطة أو كبيرة هتخرج منها. بس أنت رقم واحد تكون مؤمن تكون مؤمن بربنا، مؤمن بعزيمتك، مؤمن إن ربنا زي ما ابتلاك هيخرجك منها. اوعى تقوله ليه يا رب، قول الحمد لله بس. وتصلي وتصوم وتعمل كل اللي عليك ومالكش دعوة، وادعي قول يا رب اشفيني زي ما ابتليتني وخلاص، وصلي. واوعى تحطه في دماغك، عشان لو حطيته في دماغك هيموتك. من الاخر اسألني انا لو انا كنت حاطه في دماغي في الاول، بس قلت ايه ده كده احنا كبشر ميتين. بس في فرق من ان انت بتتحدى ومرض. السلام عليكم يا جماعة. دي لحظة احتضار الله يرحمه اللاعب الزمالك السابق، الله يرحمه. يا جماعة، في ناس كتير بتنتقد إني يتصور بالشكل ده، وفي ناس كتير بتتهم زوجته إنها ما فيهاش حتة الإنسانية إن هي تصوره وهو في المرحلة دي. واحنا دلوقتي برضو انا برد واقول ممكن ما تكونش زوجته، لان الكاميرات ممكن تكون في المكان اللي هو المستشفى اللي هو فيه. فاحنا بلاش نظلم حد. وفي حتة تانية، وانا مع ان الحتة دي فيها خصوصية كتيرة، وانها يا ريت الفيديو ده ما حصلش او ما تصورش او ما كانش اتذاع. انتوا يا جماعة اللي بتتفرجوا يا حبايبي، رأيكم من رأيي. ولو رأيكم من رأيي اني المفروض اللحظات دي ما تصورش، انا ممكن احذف الفيديو. لو انتوا شايفينها انها حاجة عادية ومن حق محبينه ومن حق متابعينه يشوفوا كل المراحل دي وتكون مؤثرة معاهم ويدعوا له بالرحمة، قولوا لي.